السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الجمعة الموافق 9/12/2022. تحية خاصة لكل متابعين القناة داخل مصر وخارج مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت اول مرة تشوف القناة، انت دلوقتي في محطة الغردقة ومعاك محمد الدولي. الناس اللي في اوروبا اخباركم ايه في البرد؟ شايفين الشمس عندنا الجميلة، الجو الرباني الجميل، ربنا يدوم نعمة علينا يا رب. انا بكلمكم النهاردة يوم الجمعة 9/12 في شهر ديسمبر في فصل الشتاء. شايفين الجو في الغردقة عامل ازاي؟ نص كم وحر كمان. قضي اجازتك في الغردقة، قضي الشتاء كله في الغردقة. اجمل جو رباني في العالم كله مش هتلاقيه غير هنا في مصر ام الدنيا. مصر فاتحة بيبانها لكل جنسيات العالم. الغردقة امن وامان، الشعب الطيب، الشعب المصري، الجو الرباني الجميل، الشمس والبحر. مش هتلاقي بلد في العالم تديلك كل المكونات وكل الميزات دي الا الغردقة. كل الكلام ده هتلاقيه هنا في الغردقة الساحرة. من امام منطقة تقسيم النور في ارض المستقبل، ارض الاحياء. بقول لك مستقبل الغردقة كله جاي في الاحياء. تقسيم النور بيتعمل فيه دلوقتي مجمع محاكم زي ما حضراتكم شايفين. اليافطة ورايا اهي بالرخصة بتاعتها، والسور باين قدام حضراتكم. بدأوا يشتغلوا في إنشاء مجمع محاكم هنا على الطريق الدائري في منطقة تقسيم النور، وفي وشك على طول أرض التربية والتعليم وأرض 216 متر المحافظة. أنا جاي النهاردة علشان أصور من داخل تقسيم النور على حسب طلب ناس متابعين عندنا في القناة، عايزين يعرفوا المساحات وعايزين يعرفوا إيه هو تقسيم النور. تقسيم النور للناس اللي عايزة تبني من بكرة. تقسيم النور بيقع على الطريق الدائري الأوسط المتجه للجونة، بينه وبين وسط البلد بالسيارة 7 دقايق بالظبط. بينك وبين مطار الغردقة الدولي 10 دقايق من هنا. تقسيم النور له ميزات كبيرة جدا. في مجمع محاكم زي ما حضراتكم شايفين بدأ الإنشاء وبدأوا الشغل فيه. في مدارس خاصة انترناشونال، في مدرسة المتفوقين، المدرسة الفرنسية الدولية، مدرسة ليدرز سكول، مدرسة فيوتشر سكول، ومدارس خاصة كتير ومدارس تجريبي. موقع ممتاز جدا. وفي الجنب الثاني البحر والفنادق السياحية. قرية الجونة على بعد 5 دقايق من تقسيم النور، النقطة اللي احنا واقفين فيها. لو عايز تعرف موقع تقسيم النور ادخل على خرائط جوجل، اكتب تقسيم النور بالغردقة، هيظهر لك تقسيم النور وهتعرف كل حاجة حواليك. يلا بينا ندخل نصور من جوه التقسيم. وادي اليافطة يا جماعة علشان المصداقية اللي احنا اتعودنا عليها. دي الارض الخاصة بمجمع المحاكم الجديد. ودي رخصة البناء. علشان كل حاجة تبقى قدام حضراتكم واضحة وفيها شفافية ومصداقية، كأنك عايش معانا هنا في الغردقة بالظبط، وعارف كأنك جيت بالظبط الموقع واتفرجت وشفت بنفسك. وادي مجمع المحاكم الجديد، وده سور المجمع. وهي دي منطقة تقسيم النور
منطقة تقسيم النور للناس اللي عايزة تبني بيوت فورا. انت جاهز بفلوسك، خد لك ارض في تقسيم النور، رخصة، بدروم و4 ادوار. تقسيم النور في مساحات متعددة. تقسيم النور فيه 180 متر، 270 متر، 360 متر، 540 متر. البناء على 60%. مدارس خاصة، مدارس انترناشونال زي ما حضراتكم شايفين. موقع ممتاز جدا. تقسيم النور يا جماعة هيبقى منطقة راقية مش منطقة شعبية. تقسيم النور له مميزات كبيرة جدا. تقسيم النور في وش الفنادق والقرى السياحية على طريق الساحلي القديم للغردقة، منهم مجموعة هواي، فنادق هواي للناس اللي نزلت الغردقة ونزلوا فندق هواي. تقسيم النور في وش فندق هواي، فنادق هواي. تقسيم النور قريب جدا للبحر. تقسيم النور قريب جدا لقرية الجونة. تقسيم النور 7 دقايق تبقى في وسط البلد في الغردقة، شارع الشيري وشيراتون والكوثر والقيادات والكورنيش. وفي وشه على طول، في وشنا هنا على طول، أرض التربية والتعليم وأرض 216 متر. في ناس كتير عايزين أرض أهالي ورقها سليم مضمون يبنى عليها من الصبح، عليك وعلى أرض تقسيم النور اللي احنا بنصور منها النهاردة. أرض تقسيم النور النهاردة معايا قطعة 270 متر مرخصة والرخصة مفعلة، تقدر تبنى عليها 4 أدوار واللي تحت محلات. القطعة واجهة، السعر 1,600,000 جنيه. سعرنا على العام. مفيش عندي حاجة اقول لك تعالى على الخاص. مفيش عندي حاجة ان انت عايش بره مصر ازود عليك في السعر. احنا تعودنا في قناتنا من يوم ما انشأنا القناة بطلع بكل التفاصيل والسعر. انت بتشوفني من جوه مصر، من بره مصر، من اي بلد في العالم، هو السعر موحد مع اي جنسية ومع اي حد. يعني حضرتك لو موجود معايا في الغردقة النهاردة، بكرة السبت تقدر تبني على ارضك من اول بكرة ان شاء الله. انا عايزك يبقى عندك بعد نظر للمسائل، عايزك يبقى عندك رؤية لحياتك سليمة، عايزك تخطط لمستقبلك ومستقبل اولادك، عايزك تخطط لمستقبلك ومستقبل اولادك، عايزك يبقى عندك رؤية قدامك ل5 سنين جايين قدام، عايزك تحط رجلك على الطريق السليم. الخير كله في الارض مش في الشقة. الناس اللي عايزة تستثمر بجد، طريق الاستثمار الناجح في العقارات. بس ايه في العقارات؟ العقارات كتيرة جدا. اضمن طريق في العقارات واستثمار ناجح وسريع الارض، بدليل ان الارض طلع منها الخير كله. المية اللي بنشربها طلع من باطن الارض، اللبس اللي احنا لابسينه طالع من الارض. تعال نعد: فوسفات، المنجنيز، المغنيسيوم، الحديد والصلب، البترول، الذهب، حتى الآثار دفنوها في الأرض، ما سابوهاش في شقة. يبقى الأرض لو أنت جيت ورقة وقلم كده تعد إيه اللي طالع من باطن الأرض، كتير جدا. إذن الخير كله في الأرض. يبقى أنت عاوز تستثمر، استثمر في قطعة أرض. أنت النهاردة لو معاك 800,000 جنيه هتجيب بهم شقة مثلا في الكوثر في عربية، تمام؟ سعرها بيزيد قد ايه بعد سنة؟ حاجة لا تذكر.
انا دوري معاك الاستشاري العقاري بتاعك، دوري معاك ان انا بوجهك على الطريق، دوري معاك ان انا بنور لك طريقك، والارزاق على الله سبحانه وتعالى. النهارده الارض هي الاستثمار الناجح في العقارات. الاراضي دي يا جماعه احنا بعنا فيها ب 250,000 وب 200,000 جنيه من سنوات قليله خالص. الاراضي دي المستقبل القادم في الغردقه، واي حد يقول لك كلام غير ده اعرف انه له اتجاه تاني او عاوز يضلك. اسال عن تقسيم النور، اسال عن ارض المحافظه 216 متر، اسال عن ارض التربيه والتعليم، اسال عن ارض شباب الجامعه. وكان معكم محمد الدويك من ارض المستقبل في الغردقه. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.